السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي. معاكم مصطفى ابراهيم من قناتكم الرياضية، قناة استوديو الجوكر الرياضي. عندنا فيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه بعد التعادل المخيب للأمال منتخب مصر مع منتخب بوركينا فاسو. احنا حققنا المطلوب الحقيقة. النهاردة هنتكلم عن منتخب مصر والمباراة. الحقيقة المباراة اللي كانت متواضعة فنيا وتكتيكيا. اتمنى ان الحلقة تعجب حضراتكم. النهاردة تفاصيل المباراة كانت غريبة وعجيبة. طبعا هي عنوان الحلقة نقدر نقول، او عنوان الفيديو بتاعنا: مصر تقترب من المونديال بعد تعادل امام بوركينا فاسو. خلاص احنا حققنا المطلوب بالفعل، ان احنا تعادلنا مع بوركينا فاسو وخدنا نقطة، والفرق فاضل زي ما هو 5 نقط، واجلنا الصعود. بدل ما كان النهارده هيبقى في المباريات القادمة، المباراة القادمة جيبوتي او غينيا بيساو اخر مباراة. منتخبنا الحقيقة منتخب بوركينا فاسو رجع. طبعا الملعب بتاعه النهارده قوي، كان غايب عن الملعب ده بقاله 4 سنين. كان في حضور جماهير اكتر من 35 الف متفرج، وكانت اجواء حماسيه جدا لجماهير بوركينا. ولكن الحقيقه الكلام ده كله ما قدروش يهزموا منتخب مصر، ومنتخب مصر خرج بنقطه قد تكون غاليه الحقيقه. يعني احنا كده كده كنا قبل المباراه خلاص احنا فرصنا افضل وفرصنا احسن بكتير. التعادل، المباراه انتهت بالتعادل. منتخب مصر على ارض الواقع حقق المطلوب منه، ولكن اداء تكتيكي وفني كان الحقيقه عباره عن عك كروي داخل ارضيه الملعب. الحقيقه النهارده التعادل رفع رصيد مصر ل 20 نقطه في الصداره بفرق 5 نقط مع بوركينا فاسو. دلوقتي بقى عندها 15 نقطه، وبكده منتخب مصر بيحتاج لنقطتين بس من المباراتين القادمتين، يعني يفوز قدام المباراه القادمه او اللي هي منتخب جيبوتي او غينيا بيساو في المباراه النهائيه. كده نقدر نصعد. احنا كان نفسنا النهارده نخلص بدري بدري، بالاخص ان احنا احرزنا هدف، والحكم لغايه الحكم كان متحامل على منتخب مصر شويه. النهارده المدير الفني حسام حسن بدأ المباراه بخطه 3-5-2. المفروض ان هي الحقيقه تامين دفاعي بجانب 2 مهاجمين كانت تفرق معانا. في الخط الخلفي كان طبعا محمد شناوي حراسه المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعه وخالد صبحي واحمد نبيل كوكا، وكان خط الوسط مروان عطيه ومحمود حسن تريزيجيه، وفي الهجوم كان محمد صلاح وعمر مرموش. طبعا كلنا شفنا ما كملش المباراه بسبب الاصابه في الدقيقه الثالثه، وخرج في الدقيقه السادسه او السابعه من المباراه. تدخل قوي من لاعب بوركينا فاسو. المباراه انطلقت بقوه الحقيقه من جانب بوركينا، وبان هم بيتعاملوا بنديه مع لعيبه منتخب مصر، وكان الحقيقه عندهم حمايه من الحكم لغايه اللاعب اللي دخل على عمر مرموش، طبعا نجم مانشستر سيتي الانجليزي، واصابه وخرج من المباراه ونزل مكان اسامه فيصل. الحقيقه بعد خروج عمر مرموش كان تريزيجيه ممكن يسجل، يعني كان يفتتح التسجيل. عمل تسديده كانت قويه جدا، ولكن عدت بجوار القائم طبعا بتاع مرمى بوركينا فاسو. ولكن بوركينا فاسو رد براسيه خطيره الحقيقه. كانت في الدقيقه 22 كان ممكن يحرز هدف، ولكن الحمد لله الكرة خرجت بشكل سليم على منتخب مصر. رامي ربيعه هو كمان اتعرض لاصابه طفيفه، كانت اصابه خفيفه كده في الدقيقه 32، ولكن بعد العلاج وكده ان هو اكمل المباراه طبعا. والشوط الاول ما فيهوش اي احداث خالص، انتهى بالتعادل السلبي، وكان في بعض الافضليه لمنتخب مصر في الاستحواذ، ويعني شبه فرص كده، لكنها طبعا لم تكن حقيقيه ولا مؤكده باستثناء التسديده بتاعه تريزيجيه. في الشوط الثاني منتخب مصر نزل الحقيقه. بوركينا فاسو نزل قوي في بدايه الشوط الثاني، ماسك منتخب مصر ساب له الاستحواذ خالص، ولكن منتخب مصر عمل كام هجمه كانت كويسه جدا. الاداء كان متوازن في بدايه الشوط، ولكن دقيقه 67 جه طبعا الهدف المصري اللي احرزه. الحقيقه كانت كره عرضيه من اللاعب محمد حمدي، كانت عرضيه كويسه جدا. محمد صلاح لعبها براسيه وتابعها اللاعب اسامه فيصل في الشباك، ولكن حكم الرايه رفع الرايه والغى الهدف طبعا لمنتخب مصر. دي تعتبر اخطر فرصه في اللقاء كانت من نصيب منتخب مصر. منتخب بوركينا فاسو رد ايضا بكره قويه جدا. كانت كوره الحقيقه، يعني كان فاول واتلعب عرضيه، والحقيقه واللاعب دنجوه وطاره شاطها في الدقيقه 80 بدماغه، لكن عدت فوق العارضه. كانت اخطر كور واخطر فرص اللقاء. وفي الدقيقه 84 الكابتن حسام حسن عمل عده تغييرات المفروض انها على الورقه هجوميه، ولكن الحقيقه لم تحدث فارق. نزل مصطفى محمد، ونزل اللاعب احمد سيد زيزو، ونزل اللاعب مهند لاشين. طبعا منتخب مصر الحقيقه كان بيحاول ان هو يكسب او يغير شكله، ولكن مفيش اي حاجه. مصطفى محمد عمل بعض الخطوره بعد الشيء. كان في كوره عرضيه كان سددها بالعرض ما اعرفش ازاي، وكان في كوره كانت خطيره جدا في الدقيقه 93 كانت مرفوعه اللاعب مصطفى محمد، ولكن هو ما استغلهاش بشكل كويس، وكده المباراه انتهت بالتعادل السلبي. دلوقتي الحقيقه فاضل قدام منتخب مصر ماتشين زي ما قلت لحضراتكم. يوم 6 اكتوبر في شهر 10، اليوم ده مجيد بالنسبه لنا وانتصار قواتنا المسلحه على العدو اللي ما يتسماش عموما.
المباراه دي يوم 6 اكتوبر عندنا منتخب جيبوتي، دي المواجهه الاقرب ان احنا نحسم التاهل في حال الفوز. فاحنا لازم ان شاء الله نكسب عشان نرتاح ونبتدي نعد منتخب قوي جدا علشان يلعب بشكل كويس في كاس العالم. المباراه الاخيره عندنا غينيا بيساو، وممكن تكون فاصله لا قدر الله في حاله التعادل او الخساره قدام منتخب جيبوتي، وان شاء الله ده مش هيحصل. الخلاصه بالنسبه لي ان التعادل النهارده من قلب وجدوجو عاصمة بوركينا فاسو هو مش سيء في ظل الظروف الصعبة النهاردة، خاصة مع الإصابات اللي طبعا ضربت الفريق في بداية المباراة زي عمر مرموش، وأجواء الضغط الجماهيري والعك الكروي لمنتخب مصر طبعا بقيادة المدير الفني حسام حسن. الحقيقة النهاردة ولا كان في فنيات ولا كان في أي حاجة، لكن الأهم إن منتخب مصر خلاص كده أصبح على بعد خطوة واحدة صغيرة من تحقيق حلم العودة للمونديال، وده اللي يهمنا. وطبعا كل الأنظار أكيد هتتجه للقاء القادم، لقاء جيبوتي، علشان نحسم الأمور بدري وما ننتظرش المباراة الأخيرة وما ندخلش نفسنا في حسبة بيرما والملعب في إيدينا فرق 5 نقط، ماتشين سهلين تقدر تكسب المباريات وتعدي إن شاء الله. أتمنى منتخب مصر يبتدي، الكابتن حسام حسن يبتدي يشتغل على نفسه أكتر من كده. فنيات مش موجودة النهاردة، في عك كروي النهاردة، حتى تغيير اللاعبين، لاعب مكان لاعب، يعني لاعب مركز المهاجم بيدخل مكانه مهاجم، لاعب جناح يدخل مكانه جناح، مفيش جمل تكتيكية في المباراة، في عك كروي بالشكل المستفز، بالشكل اللي فعلا بيخلي الواحد يعني بالبلدي كده، انا اسف في اللفظ والله، يتقرف وهو بيتفرج على المباراه ما فيش فيها جمل تكتيكيه، ما فيش فيها فنيات، ما فيش فيها حاجه تقول عليها واو. بالعكس انا شفت النهارده منتخب بوركينا فاسو بالاخص في الشوط الثاني كان منتخب جيد جدا، مسك المباراه علينا وكان عامل استحواذ علينا وكان هو الاخطر. وانا ما اعرفش الحقيقه رغم الفوارق الكبيره جدا، اي نعم هم لعبتهم عندهم لعيبه محترفه بشكل كويس جدا، عندهم لاعب تقدر قيمته التسويقيه 35 مليون يورو، ولكن احنا عندنا صلاح قيمته التسويقيه ما شاء الله كبيره، عمر مرموش قيمته التسويقيه ما شاء الله اكبر بكتير، منتخبنا بالكامل قيمته التسويقيه اكبر بكتير، واللعيبه سكواد اعلى المفروض على الورق، ولكن التراجع كان بشكل غريب. طبعا الله اعلم دي تعليمات الكابتن حسام حسن ولا دي اللعيبه كانت مجهده ولا انا مش عارف. الحقيقه انا كنت شايف ملعب المباراه كان جيد، الارضيه ما فيش فيها مشاكل، الحكم كان سيء النهارده، الحكم النهارده تحامل على منتخب مصر بشكل كبير، وكان بيحاول يحجم لاعبي منتخب مصر النهارده عن طريق اي لمسه اللاعب طبعا بوركينا فاسو او لاعبي بوركينا فاسو، الكره بتبقى فاول على منتخب مصر، فاللعيبه بتخاف، عطى انذار طبعا للاعب مروان عطيه، اللعيبه بتخاف من الاحتكاكات عشان الحكم الواضح ان هو كان متسرع ضد منتخب مصر في القرارات، سواء حساب فاولات او اعطاء انذارات، فعشان كده ممكن الاداء كان سيء بسبب الشكل ده. عموما كل ده هيبان وهنشوفوه، ولكن الكابتن حسام حسن عليه ان هو يبتدي يفكر ويراجع حساباته ويشوف السكواد بتاع منتخب مصر، يحاول يضيف فنيات جديده. عندنا وقت طويل لغايه كاس العالم، نعد منتخب قوي، منتخب محترم، لاعبين هم الاجهز، نشوف اللعيبه الاجهز والموجوده واللي تستحق فعلا التواجد في منتخب مصر ايا يكن الانديه، مش هنختلف. احنا بنتكلم في منتخب مصر دلوقتي، اللاعب المتالق في ناديه وشايفه هيقدر يفيد منتخب مصر، اتمنى ان هو ينضم لمنتخب مصر، اتمنى ان شكل منتخب مصر يكون قوي علشان بطوله كاس العالم دي بطوله يا جماعه مفيش حد بيهزر فيها. انت هنا المجموعه بتاعتك اي نعم انت اعلى سكواد في المجموعه، في المجموعات كلها، الفرق اللي معاك في المجموعه في التصفيات دي، ولكن لو رحت كاس العالم ما ادراك ما كاس العالم، هتقع مع فرقه او فرقتين كبار وفرق اوروبيه وفرق من قاره امريكا اللاتينيه وفرق رهيبه جدا ومنتخبات طبعا كلنا عارفينها، وممكن تقع مع منتخب فاز بكاس العالم قبل كده، والحقيقه الفوارق كبيره بيننا وبينهم، ودي هتبيننا على ارض الواقع في البطوله العالميه. علشان كده منتخب مصر والكابتن حسام حسن لازم يعيد حساباته، منتخب مصر يعد العده من الان ويستعد لكاس العالم، وان هو يحضر اللعيبه، يحضر الخطه بتاعته، يبتدي يشوف الكشافين بتوع منتخب مصر، يشوفوا يتابعوا كل الانديه ويشوفوا اللعيبه اللي تستحق، ويعمل معسكر محترم يشوف فيه اللعيبه يحتك بوديات، بالاخص ان من يومين ثلاثه تم رفض مباراه وديه امام منتخب البرازيل، والكابتن حسام فضل في الوقت الحالي ان هو يواجه منتخبات افريقيه، علشان طبعا مش عارف الحقيقه هل بطوله الامم الافريقيه او الحقيقه ان الفرق الافريقيه تبقى مناسبه لينا، وهو خاف من التعرض لهزيمه بنتيجه كبيره امام منتخب زي منتخب البرازيل طبعا. فانا مش عارف الحقيقه، اتمنى ان يحصل تغيير في المنتخب بشكل كبير في الاداء الخططي والاداء الفني والتكتيكي، واللعيبه يكون عندها وعي اكتر من كده ولعب وروح اكتر
الشكل اللي احنا شفناه. اتمنى ان اللعيبه اللي بعيده عن مستواها ترجع لمستواها علشان شكل منتخب مصر ان شاء الله يكون في كاس العالم افضل وافضل من الشكل السيء والعك الكروي اللي احنا شفناه النهارده في مباراه بوركينا فاسو. تقريبا النهارده كنا بنلعب بخطه حل الله يسترك، يعني كان الحقيقه الوضع مش باين وما كانش مفهوم، ولكن عموما خرجنا من المباراه خدنا نقطه قد تكون غاليه في مشوارنا، هي هتكون سبب صعودنا للمونديال ان شاء الله ونقدر نحسمها من المباراه القادمه. الحلقه النهارده خلصت. اتمنى لو الفيديو عجب حضراتكم دوسوا لايك ومشاركه للفيديو علشان يوصلكم كل الاخبار الرياضيه المصريه والعالميه بشكل جديد وبشكل مختلف عن باقي القنوات، وعلشان القناه بتاعتنا تنتشر بين القنوات وتكبر تدريجيا ان شاء الله ونقدر ننافس القنوات الرياضيه بالشكل اللي يعجب ويرضي حضراتكم. شكرا لحضراتكم.